هل ممكن حد يعيش لوحده خالص من غير ونيس أو حبيب؟ للأسف بقينا نشوف ناس كتير بتفضل إن هي تقعد لوحدها عن إنها تكون مع حد. ليه الناس بتقرر كده؟ ليه الناس بتبقى عايزة تكون لوحدها من غير حبيب أو ونيس؟ وده ضد الطبيعة أو البشرية. غالبا الناس دي بتكون اتخذلت كتير جدا، علشان كده بتقرر كده. بتكون بتدور على حاجات معينة في الأشخاص اللي قدامهم بس مش بتلاقيها، فبيقولوا إيه بقى في الآخر؟ لا، خلينا بقى لوحدنا أحسن بدل ما نفضل نتخذل ونكسر في قلبنا، وبيفضلوا الواحد. بس في مثل معروف قوي بيقول إن الجنة من غير ناس ما تنداس. المثل ده حقيقي، لأن مهما الناس انبسطت بوحدتها أو ارتاحت في وحدتها، هيجي وقت وهيحسوا بالملل وهيزهقوا من الوحدة دي. هيبقوا محتاجين ناس داعمة ليهم في حياتهم، وناس تطبطب عليهم وقت الضيق، لأن دي الفطرة اللي ربنا خلقنا عليها. خلوا بالكم إن وجود الأهل والأصدقاء والأبناء ما بيغنيش أبداً عن دور الحبيب أو الونيس. ودايماً بشوف الناس بتوجه كلام للناس اللي ما عندهمش حبيب أو ونيس، ويقول لهم مش كل حاجة الراجل أو الست، ما انتوا عندكم الناس اللي بيحبوكوا، عندكم أولادكم، عندكم أهلكم، عندكم حبايبكم، أصدقائكم. بس للأسف في دور معين ده ما بيقدرش يقوم بيه غير الحبيب أو الونيس. دي فطرة ربنا خلقنا عليها. الفطرة دي حكمتها إن الراجل والست ما يقدروش يعيشوا من غير بعض مهما كانت اختلافاتهم وصراعاتهم. ربنا خلق الراجل والست مختلفين عن بعض علشان يكملوا بعض. اي ست او اي راجل ما بيوصلوش للاكتمال ابدا غير مع حبيبهم او وناسهم. عشان كده بلاش بقى نوعية التعليقات اللي بتفضل تتقال للناس ان مش مهم الجواز، مش كل حاجة الحب والجواز، لان ده ضد فطرة ربنا. ده غير ان الكلام ده بيعمل طاقة سلبية ونوع من انواع اليأس للاشخاص دول، وبيسبب في تدميرهم نفسيا من جوه. بلاش تموتوا الناس وهم عايشين، بلاش تقضوا على أهدافهم وأحلامهم في إيجاد الونيس أو رفيق الحياة أو الحبيب. أي ست أو أي راجل علشان يحسوا بالاكتمال لازم يكونوا مع حد بيفهمهم كويس وبيحس بيهم كويس، بيفهم هم محتاجين إيه وبيديهم المشاعر والحاجات اللي هم محتاجينها. ما هو مش أي ست ولا أي راجل يقدر يقوم بالدور ده. وعشان كده ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم: وخلقنا لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعلنا بينكم مودة ورحمة. صدق الله العظيم. يعني لازم جدا ان احنا نحس مع الونيس او الشخص ده بالرضا والسكينة. اي انسان في الدنيا من اهم الحاجات اللي بيدور عليها هو الونيس ورفيق الحياة، لان العلاقة دي في اساسها علاقة روحية، لازم يكون فيها تواصل روحي ما بين الراجل والست. من الاكيد ان الوحدة بتقتل روح الانسان وبتسبب له امراض كتير زي القلق والاكتئاب والخوف واليأس. ده كمان بيقولوا ان لو حد قعد لوحده اكتر من 4 سنين بيجيله امراض خطيرة جدا زي الضغط العالي والسكر وغيره. الانسان وهو لوحده بيبقى حاسس ان مفيش حد شايفه، بيبقى حاسس ان هو على الهامش، انه كأنه مش عايش او كأنه مش موجود. حاجة بتزعل جدا ان المجتمع بتاعنا بيرفض حتى تعبير الاشخاص عن احساسهم ومشاعرهم، وبيلغي حقهم في ان هم يستنوا الونيس او الحبيب او الرفيق. لو لقيتوا حد معاكم بيحس بالوحدة، أرجوكم ادعموه نفسيا وادعوا له إن ربنا يرزقه بالونيس وبالشخص اللي يفهمه ويحس بيه. ويا ريت بقى نسيب المعتقدات والتقاليد اللي احنا عشنا بيها كتير قوي وفاكرين إن هي صح، ونرجع لفطرة ربنا اللي خلقنا عليه علشان نعيش حياة اجتماعية سوية وخالية من الأمراض النفسية. كان معاكم غادة يسري، أشوفكم الحلقة الجاية على خير. باي.